طيب. آه كله اتأكد ان المايك مقفول. نبدأ بسم الله. ان شاء الله هنكمل على السيشن اللي فاتت. هنحاول دايما زي ما قلت لكم ان احنا طول ما احنا في البداية بإذن الله هنحاول نخلي الدنيا بسيطة قدر الإمكان. طبعا فيكم ناس سألتني ومستعجلة على التاسكس المرة اللي فاتت. طالما انا ما اديتكش تاسك كمل زي ما انت. انا مش عايزك آه، تعمل اي تاسك خالص. انا كل اللي كنت محتاجه منك انك تراجع المحاضره كويس، تفهم اللي اتقال، دماغك تبدا تهندل الامور واحده بواحده. تمام. وانا لما احس الوقت مناسب ان انا ابدا ادي فيه تاسكس ابدا اديكوا تاسكس. طيب. ان شاء الله باذن الله النهارده هنكمل على الجزء الخاص بال HTML. كنا شرحنا شويه حاجات كده في الاستراكشر بشكل عام المره اللي فاتت. النهارده ان شاء الله هنكمل. يعني واحده نعمل شير. طيب. ببساطه علشان نعيد نفس الخطوات مره تانية، انا ايه اللي هعمله؟ ان انا كل مره هاجي اشتغل معاك هروح ادخل على الفولدر اللي فيه الفايل بتاع المشروع اللي انا عملته المره اللي فاتت، كليك يمين واعمل اوبن علشان تتعود ان انت تفتح المشروع وتقفله. عايز تخفي السايد بار بتدوس على دي وتظهرها مره تانية. يفضل بالكنترول بي، كنترول بي مش بي، كنترول بي علشان تقدر ان انت تظهر السايد بار ده وتفتحه. زي ما قلنا لو يبقى في عندك نوت كده او قلم تكتب فيه شورت كاتس او تقدر ان انت تسمعها من الفيديو. ان شاء الله النهارده باذن الله هنبدا ناخد بقى كل التاجز او معظم التاجز اللي هي بتبقى موجوده في جوه البادي، او اللي هنقدر ان احنا نشرحهم في وقت كفايه يعني. طيب. قبل ما انا ابدا ان انا اشرح، طبعا انت شايف انا عرفتك يعني ايه الاليمنتس نفسه بيبقى عامل ازاي او شكله، لكن طبعا ما شرحتش ليك ايه الكلمه الازرق اللي موجوده دي او ايه الحاجات اللي ممكن تبقى موجوده جواه او بتعبر عن ايه بشكل مور سبيسيفيك يعني. فتعالى اقول لك بس الاستراكشر البسيط نفسه بتاع الاليمنت المفروض يبقى عامل ازاي. لو انا عندي حاجه زي كده ممكن نقول التاج نيم. تاج نيم ده انا بشرح لك الاستراكشر العام اللي المفروض يبقى عليه التاج ده او يبقى المفروض يبقى عليه الاليمنت ده. بيبقى عباره عن ايه؟ بيبقى اول حاجه موجوده بعد ما تفتح التاج بتاعك. اول حاجه بتبقى موجوده عندك بيبقى العنصر بتاعك او التاج نيم او اسم العنصر بتاعك زي هيد، ميتا، تايتل، بادي، ال HTML كده يعني. تمام. طيب. بعد كده بيبقى في عندك حاجه اسمها الاتريبيوت. حاجه اسمها الاتريبيوت ده عباره عن حاجه تبقى موجوده جوه العنصر ده. نقدر نقول انها بتديك معلومات عن العنصر ده او تقدر ان انت تخليك تتحكم في معلومات خاصه بالعنصر الحالي اللي انت موجود فيه. بمعنى عندي مثلا لانج دي اختصار لكلمه لانجويج بتعرفني او بتديني انفو يعني ان انا بستخدم جوه التاج ده اللي هو ال HTML ده بستخدم اللغه الانجليزيه. كذلك الميتا بتعرفني ان انا بستخدم جواها الكاركتر سيت اللي هو الحاجه الخاصه باليونيكود. في حاجات تانية او اتريبيوتس تانية بس احنا هنا بنتكلم عن تعريف الاستراكشر العام للإليمنت نفسه. في حد فاتح المايك، يا ريت كله يتأكد ان هو قافل المايك تاني يا جماعة. يا ريت كله يتأكد ان هو قافل المايك. طيب. الاتريبيوت ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن ان انت حاجة بتقدم لك معلومات، عبارة عاملة زي الكي فاليو. يعني بمعنى اصح ده اسم الاتريبيوت او الاسم اللي انت عايزه، الاسم اللي موجود عندك، وده القيمه بتاعته ايا كانت هي القيمه موجوده عندك. تمام. طبعا الموضوع ممكن يبقى يبان ان هو مش احسن حاجه دلوقتي. طبعا هو الاديتور او الاي دي شاف دلوقتي او حاسس ان انا بكتب HTML فبدا ان هو يكمل لي التاجز نيم دي. طيب. الاستراكشر الطبيعي المفروض ان هو يبقى بالشكل اللي انت شايفه ده. اسم التاج، ال- لو في اتريبيوت بتكتب الفاليو بتاعته اللي هي بتعبر عنه. وبعد كده ان انت بتقفل التاج بتاعك بسيلف كلوزد، اسف بالسلاش او علامه السلاش دي. طيب في بعض العناصر بنسميها الامبتي تاجز او السيلف كلوز تاجز. السيلف كلوز تاجز لو انا عندي حاجه زي كده، لا في بعض التاجات ممكن ما احتاجش حاجه فيها زي كده ممكن اخليها سيلف كلوز. سيلف كلوز يعني ملهاش تاج بتقفل بيه، لا ده انت بتقفلها اوتوماتيك. تاج الفتح وتاج القفل واحد. دي بنسميها الامبتي تاجز او بنسميها السيلف كلوز تاجز. تمام.
ده كده حاجه او شرح مبسط للاستراكشر العام اللي ممكن يكون موجود عليه ال HTML elements. طيب، انا عايزك تعرف ان عندنا في ال HTML زي ما قلت لك، لو انت في عندك بيت، بيبقى في عندك بعض الاستراكشر العام اللي موجود فيه. تبدا ان انت تحط قواعد للبيت وتحط اسس للبيت، بعد كده تبني الحيط والكلام ده. طيب خلينا نتكلم في الاسس او القواعد دي. هل انواع الطوب كلها زي بعض؟ لا. هل انواع الخرسانات كلها زي بعض؟ هل الترتيب زي بعضه؟ هل مقاسات البيوت زي بعض؟ لا، في بعض العوامل ان هي بتختلف. فقالوا لك ان احنا في ال HTML في بعض العناصر او الاليمنتس احنا بنقدر ان احنا نقسمها على حسب التايبس بتاعها. او بمعنى اصح مش هنقول ال يعني، بصوا مش هنقول التايبس، او مش هنقول ان احنا ممكن ان احنا نقسمها على حسب التايبس اللي موجوده، بس ممكن نسميها مثلا 3 مين كاتيجوريز او 3 اقسام، على حسب البيهيفير بتاع العناصر دي او الاليمنتس دي، وازاي هي بتنتراكت او بتتفاعل مع العناصر الثانيه في ال HTML. طيب عندنا 3 اقسام. اول قسم عندنا، تعالى بس ان احنا نفتح الفايل ده تاني. اول قسم عندنا او بعض العناصر عندنا في حاجه بيسموها البلوك ليفل اليمنتس، حاجه بيسموها البلوك ليفل اليمنتس، وحاجه تانية او قسم تاني بيسموه الانلاين اليمنتس، والحاجه الثالثه بيسموها ايه؟ لو حد كان كمل في ال HTML او داخل فيها قبل كده، الانلاين بلوك اليمنتس. يبقى في عندنا البلوك، في عندنا الانلاين، في عندنا الانلاين بلوك. طيب قبل ما اكمل عشان انا كنت في مكانكم في يوم من الايام، انا متاكد ان يكاد يكون نصكم حاليا جه في دماغه او دار في دماغه سؤال بسيط، ممكن هو يبدا حتى ان هو يسالني عليه في الشات. هو يعني ايه معنى ال3 حاجات دي؟ او ايه ترجمه ال3 حاجات دي؟ دي اسوأ حاجه انت ممكن تمر بيها، ما تلحقش دماغك في انك تترجم الحاجه اللي موجوده عندك في اي لغه ترجمه حرفيه. ما تترجمش الحاجات اللي موجوده عندك في اللغات ترجمه حرفيه. زي ما انت عامل، زي ما يكون واحد مثلا، احنا عندنا مثلا في مصر يقول لك ارنب. ارنب ده ممكن يطلق على الارنب لوحده، الارنب نفسه ممكن يطلق على لفظ مثلا مليون جنيه، اللي هو بيسموه ارنب ده مليون جنيه. فانت لو رحت قلت لحد بره او بتعبر عن مليون جنيه لحد بره بكلمه ارنب دي، ده انا عندي معايا كذا، فهو مش هيفهم، هو اللي هيجي في دماغه الحاجه دي او الحيوان اللي اسمه ارنب ده على حسب فهمه هو. فما تترجمش الحاجات اللي موجوده عندك في اي لغه ترجمه حرفيه. العربي العربي او اللغه العربيه انت حضرتك ممكن تستخدمها علشان تبدا تحط الكونتنت او المحتوى بتاعك، زي ما احنا شفنا المره اللي فاتت في موقع نون، او نون مثلا، حاجه زي كده. موقع نون من المنتجات تقريبا يعني، او من المواقع اللي فيها عربي كتير. فانت كل الحاجات اللي انت بتكتبها عربي زي كده، لو جيت عملت عليها انسبكت او زي كلمه الكترونيات، على كده بص، كلمه الكترونيات مكتوبه فين؟ ده التاج اللي هو السبان، واخد ستايل، واخد معرفش حاجه اسمها بلس، واخد كله انجلش، مفيش الا اللي انت بتكتبه بايدك هو بس الكلمه العربي. لكن الحاجات الخاصه باللغه نفسها هي بتتكتب انجلش، ملهاش ترجمه حرفيه. فانت مش تقدر ان انت تعبر عنها بحاجه معينه. تمام؟ علشان الناس بس ما تترجمش الحاجه ترجمه حرفيه. هنرجع للموقع بتاعنا، نبدا ان احنا نشغل الموقع كده تاني. زي ما قلت لكم، احنا عشان نقدر نشغل الموقع بنحتاج اكستنشن اسمها اللايف سيرفر. لو كتبت اسف اللايف سيرفر، لو كتبت بس كلمه لايف تبدا انها تجي لك، تعمل لها انستول علشان تشتغل معاك. دوس على جو لايف، هتفتح لك الموقع بتاعك بالمنظر ده. طيب نبدا ان احنا بقى نقسم الثلاثه تايبس بتوعنا بتوع الاليمنتس بتوعنا. اول حاجه احنا قلنا البلوك ليفل او البلوك اليمنتس. دول عباره عن ايه، او الانواع دي بتتميز بايه بالظبط؟ تعالى بس اعرفك الاول على حاجه في اللغه، هي ممكن في ناس بتشرحها كسبيسيفيك سيكشن، يعني كسيكشن منفصل او حاجه منفصله لوحدها. لا، انا شايف انها بسيطه جدا، نقدر نشرحها هنا قبل ما نكمل، الا وهي الكومنتس. انا بس عايز اعرفك على الكومنتس الاول، علشان لما انا اعمل كومنتس كتير هنا تبقى انت ريليتد بيها.
الكومنتس او الكومنت عموما هي حاجه انت بتقدر ان انت عارف كده لما تبقى معاك كتاب وانت مش عايز ان انت او عايز ان انت تكتب نوت على سطر معين او حاجه مثلا معينه عندك في الكتاب عايز ان انت تعلمها، بتروح جايب يا بتجيب قلم كده والوان وتروح عامل او واخد خط فوقها، يا اما لو عايز تكتب نوت او حاجه معينه فيها بتروح واخد عليها دايره كده او واخد سهم وكاتب فوقها او تحتها كلمه معينه علشان تفهمك الجمله دي معناها ايه او تفهمك المصطلح ده معناه ايه في المستقبل، عشان لما تيجي ترجع له بعد كده تعرف ان انت تفهمه بسهوله بسبب الكومنت ده. فالكومنتس موجوده علشان توضح لنا او تفهمنا حاجات احنا ممكن نكتبها ونيجي مع الوقت ان احنا ممكن ننساها. في الغالب دي بنستخدمها مع حاجات اللوجيكس او الحاجات اللي هي ايه فيها او مور كومبليكيتد او فيها شويه تعقيد يعني. طيب الكومنت في اللغه هنا بنكتبه ازاي؟ قال لك في اللي هو شيفت والعلامه دي، بعد كده شيفت ورقم واحد، بعد كده داش داش اللي هي جنب علامه الصفر، هيروح هو اوتوماتيك مكمل لك بالمنظر ده. حتى هتلاقي لونها اتغير عندك في الايديتور بالمنظر ده، تكتب جواها مكان ما تحب، حتى تقدر تكتب عربي ايا كان، تكتب جواها اي كومنت براحتك يعبر عن الحاجه اللي هي هتكون تحته. يعني في الغالب الكومنت مثلا بيبقى فوق والحاجه اللي انا عايز اعبر عنها مثلا بتبقى تحت، زي لو قلت مثلا ديف في كلمه هلو، فانا هاجي هنا اقول له لا ده انا عايز اعمل كومنت مثلا ده بيعبر عن كلمه معينه، يبقى ده معناه ان هو ريليتد. لو انت شغال مع حد في التيم مثلا وجه هو مش فاهم الحاجه دي اتعملت ازاي او التاج ده اتعمل ليه، فانت بتوضح له هنا بكومنت فوق بتقول له هو ممكن ان يكون الحاجه دي اتعملت على ايه او بتعبر عن ايه بمعنى اصح او بمعنى أصح. تمام. طيب هل انا كل مره هاجي اكتب افضل اعمل شيفت بالمنظر ده او احول اللغه وادوس داش؟ لا، اكيد في حاجه بتسهل علينا الموضوع، الا وهي ايه؟ آه آه في عندك كنترول والكويشن مارك اللي هو علامه السلاش اللي جنب الشيفت، بس طبعا تبقى قالب الكيبورد انجلش يعني. الكنترول والكويشن مارك او علامه السلاش اللي هي موجوده جنب الشيفت اللي ناحيه اليمين، هتدوس كنترول وتدوس سلاش اوتوماتيك هيروح عامل لك كومنت تكتب جواه زي ما تحب. تاني كنترول وهتلاقي علامه سلاش اللي هي جنب الشيفت اللي هي بيبقى فيها او عليها برضو الكويشن مارك، هي يعني هتدوس كنترول تدوس سلاش هيروح عامل لك الكومنت تكتب جواه زي ما تحب. تمام. فانا اول حاجه عندي بلوك اليمنتس. البلوك اليمنتس دي بتعبر عن ايه؟ طبعا في ناس هتقول لي في عندنا المالتي لاين كومنتس واللاين كومنتس، انا مش عايز اشرح ده دلوقتي، انا بس عايز اعرفك ان في كومنت واحنا بنستخدمه لايه دلوقتي. طيب سي تي ار ال ظه بس هي مش ظه. زي ما قلت لكم انا بتاكد ان الكيبورد عندي انجلش، انا باصر على الجمله دي لازم تتعود ان انت الحاجه عندك انجلش وتكتب انجلش والكيبورد تكون انجلش علشان كل حاجه تشتغل معاك مظبوط. تمام. طيب اول حاجه عندنا في حاجه زي ما قلنا عندنا ثلاث اقسام او بنقسمهم، بنقسم العناصر في ال HTML او بعض العناصر في ال HTML كثلاث اقسام: البلوك ليفل واللاين ليفل او اللاين بلوك ليفل. طيب دول بيعبروا عن ايه او بيعملوا ايه بالظبط او ايه اللي بيميزهم، يعني بيميز كل واحد فيهم؟ قال لك اول حاجه البلوك ليفلز او اللي هي العناصر البلوك دي، اول حاجه او اول خاصيه فيها انها بتبدا مع اول السطر الجديد، انها دايما بتبدا مع اول السطر بتاعك. بمعنى من ضمنهم مثلا او تعالوا ناخد من ضمنهم الديف ده عنصر بلوك. طب لو جيت قلت لك هو عنصر بلوك ليه؟ قلت له عشان بيبدا من اول السطر. طب تعالى كده نشوف هل هو بيبدا من اول السطر. ده هو بيبدا من اول السطر. طب تعالى كده نعمل انسبكت ونبص على الديف. ده بادئ من اول السطر هنا واخد المساحه كلها، يعني لو بصيت على المساحه الزرقاء كده اول ما بعلم عليه هتلاقيه واخد لحد اخر الشاشه. يبقى دي تاني ميزه في العناصر البلوك انها بتبدا من اول السطر وبتاخد كل الويدث المتاح ليها او بتاخد الويدث اللي موجود كله بالنسبه لها او الافيلابل ويدث الموجود يعني. طيب بعد كده لازم تكون واخد بالك ان العناصر بلوك دي بتبقى واخده مارجنز، بتبقى واخده بادنج، وتقدر كمان ان انت تديها بوردر. تمام. بتبقى واخده مارجنز، بتبقى واخده
بادنجز، وتقدر كمان ان انت تدي لها بوردر. طب انا اعرف الحاجات دي ايه ازاي، واعرف يعني ايه بادنج ومارجن ازاي؟ بادنج ومارجن انا مش عايزك تركز هم بيعملوا ايه، بس عايزك تركز ان هم بيميزوا العناصر البلوك. بمعنى لو انا رحت بصيت على العنصر الهلو ده، تمام، بص كده على العنصر ده، واخد ديسبلاي حاجه اسمها بلوك، واخد ديسبلاي حاجه اسمها بلوك، يبقى ده المفروض ان هو عنصر ايه؟ بديهيا عنصر بلوك. طيب بادئ من اول السطر؟ اه بادئ من اول السطر. واخد المساحه كلها؟ اه واخد المساحه كلها. يبقى ده بالنسبه لي عنصر البلوك. العناصر البلوك انت مع كتر استعمالك او مع كتر استعمالك للعناصر بشكل عام، انت هتبدا تميز او تعرف فين العناصر البلوك، فين العناصر الانلاين بلوك، فين العناصر الانلاين نفسها. تمام. بس زي ما قلت لك العناصر دي في بعض الحاجات او بعض الصفات بتميزها. من ضمن بعض العناصر البلوك، في قال لك في حاجه ثانيه اسمها باراجراف. كلمه بي دي اختصار لكلمه باراجراف، تقدر ان انت تكتب جواه ايا كان لورم ابسون. حد عارف اللورم ابسون اللي هي ابجد هوس دي، اللي انت بتروح تكتبها او تبص عليها في اليوتيوب، اسف في جوجل؟ لو دخلت كده على لورم ابسون دي، موقع لورم ابسون ده بيديك تكست كده، تقدر ان انت تاخده تكست تجريبي يعني، تاخده كوبي كده، بس لو انت عايز تملى بس كونتنت فاضي كده وخلاص يعني، تاخده ان انت تشغله عندك في الموقع بتاعك. فبدل الفي كود بيقول لك بدل ما تروح تاخده كوبي من مكان، لا انت بس اكتب كلمه لورم هتلاقيه جايبها لك بالمنظر ده، لو دوست عليها يروح كاتب لك تكست كله، تمام، بالمنظر اللي انت شايفه ده، عشان بس حاجه تملى بيها المحتوى بس مش اكتر. طيب تعالى كده لو انا رحت بصيت على الفيتا، بص كده الفيتا واخد ايه؟ واخد ديسبلاي بلوك. واخد ايه بقى؟ واخد مارجن، واخد هو مش واخد مفيش بادنج، بس واخد مارجن. يبقى واخد مارجن، واخد ديسبلاي بلوك، بادئ من اول السطر زي ما انت شايف، اللي هي اللورم ابسون دي بادئه من اول السطر، وكل حاجه واخده المساحه لحد اخر السطر في النهايه. فده بالنسبه لي بعتبره عنصر بلوك. طيب قبل ما اكمل، لحد اللحظه دي، لحد اللحظه دي في حد عنده اي مشكله او عنده اي استفسار في الجزء اللي احنا اتكلمنا فيه؟ لان ده هيبدا يتبني عليه الاثنين اللي بعد كده او النوعين اللي بعد كده. لا كله تمام يعني. مم. طيب ده كلام عظيم. ماشي نكمل. يبقى انت كده عرفت ايه اللي بيميز العناصر اللي هي البلوك، تمام. زي ما قلت لك بيبدا من اول السطر، بيبقى ليه مثلا بادنج، بيبقى ليه مارجن، بيبقى ليه بوردرز، تقدر انت تديله بوردرز. طبعا قلنا بياخد المساحه كلها اللي هي اللي موجوده قصاده. لو جيت بصيت على الجزء ده تلاقيه كليك يمين اسفاك، هتبص تلاقي كلمه هلو واخده المساحه كلها، على الرغم من ان كلمه هلو كلمه صغيره، يعني هي المفروض ما تاخدش كل المساحه دي، بس ده عشان هو عنصر بلوك او محطوط كلمه هلو محطوطه جوه عنصر بلوك. فمن مزايا العنصر بلوك ان هو بياخد الفول ويدث بتاع الشاشه عندي، تمام. كذلك البي بار بيبقى ليه بادنج او مارجن، وطبعا الديسبلاي بتاعه بيبقى بلوك، ده اكيد اكيد يعني. طيب في امثله او عناصر تانية بلوك نقدر ان احنا نستخدمها؟ قال لك في بعض العناصر التانية اللي انت ممكن ان انت تستخدمها. قال لك في حاجه اسمها الهيد لاينز، في حاجه اسمها هيد لاينز. الهيد لاينز دي او اللي تقدر تسميها الهيد بتاع الحاجه او راس الحاجه او العنوان بتاع الحاجه، او الهيد لاينز يعني، او العناوين بمعنى اصح. طب العناوين دي اختصارها اللي احنا قلنا باراجراف اختصاره بي، الاليمنت بتاعه اختصاره بي، يبقى الهيد لاينز اختصارها اتش. في عندك من اتش 1 لحد اتش 6، في عندك الهيد لاينز على حسب حجم الخط. بمعنى انا عايز اكتب هيد لاين او عنوان حجمه كبير، اوتوماتيك اتش 1. طب لو عايز اكتب هيد لاين او عنوان حجمه اصغر شويه هستخدم اتش 2. طب لو اصغر شويه اتش 3، وهكذا وانت ماشي لحد الاتش 6. يبقى لو انا جيت مثلا كتبت كده وقلت له انت اتش 1، ماشي، اتش 2، 3، 4، 5، 6، واروح اغير دول H1، H2، H3، H4، H5، H6. يبقى حجم ال اسف H4، H5،
H1 2 3 4 5 6 كده اعتقد ان هو شغال تمام. حد اخد باله انا عرفت ان في خطأ منين مع اني ما كنتش واخد بالي؟ يعني لو جيت عملت كده وسيفت، بص كده اول ما سيفت ايه اللي حصل؟ حد واخد باله من العلامه الحمراء اللي ناحيه اليمين بتاعه البريتير اللي انا قلت لك الاكستنشن اللي بتنظم لك الكود؟ بص كده لو جيت ان انت دخلت عليها هتلاقيها بتقول لك انت في عندك شويه اخطاء. الاخطاء دي معناها ان انت كاتب حاجه غلط هنا. لو جيت تسيف تاني هتجيب لك خطأ، تسيف تاني هتجيب لك خطأ. لكن لو رجعت كده مثلا بالمنظر ده، بص انا كده ظبطتهم تمام وجيت اسيف، بص اللي هيحصل الخطأ، راح الخطأ قال لك بريتير عليه علامه الصح، طبعا كل حاجه فورماتنج كومبليتد مفيش فيه اي مشاكل في الفورماتنج، ده معناه ان انت كاتب العناصر بتاعتك صح. طب تعالوا ان احنا نتفرج على العناصر دي. تعالوا نصغر حجم الشاشه شويه. بصوا كده الاحجام، الاتش 1 حجمه قد ايه؟ بصوا الاتش 2 اصغر شويه، اتش 3 اصغر حبتين، اتش 4 اتش 5 اتش 6. فالهيدلاينز متقسمه من الاكبر للاصغر وكلها عناصر بلوك. طيب آه الباشمهندس باشمهندس علي حسن موجود معانا؟ تمت مبادرة اجتماع من قبل الباشمهندس محمد. طيب الباشمهندسة إسراء عاطف موجودة معانا؟ افندم طيب تقدري تقولي لي أنا إيه عرفت منين إن ال H1 أو 2 أو 3 أو 4 أو 5 أو 6 دي عناصر بلوك إيليمنتس؟ ميزتها منين؟ يعني لو جيت عملت انسبكت كده عليها وجينا بصينا عليها، أنا ميزت منين إن ده عنصر بلوك؟ لان هي بادئه من اول الصفحه واخده كل المساحه. ده كلام عظيم. وإيه تاني؟ إيه تاني مؤشرات عندك بتقول إن ده عنصر بلوك؟ ايه تاني من المزايا اللي احنا قلناها دلوقتي موجوده هنا علشان تعرفك ان ده عنصر بلوك؟ هو من الموقع، يعني مال الموقع كله. لا، انت قلتي ان هو واخد المساحه كلها. ايه تاني؟ هم. مارجن. بالظبط واخد مارجن. وايه تاني؟ واهم حاجه فيهم ان هو، الديسبلاي. الله ينور عليك، ان هو واخد ديسبلاي بلوك، فاتس اوتوماتيك يبقى عنصر بلوك. يبقى هو بادئ من اول واخد الفول ويدث واخد ديسبلاي بلوك ليه مارجن ليه ايا كان ليه بادنج، فاوتوماتيك ده عنصر بلوك بالنسبه لي. شكرا لكل اللي رفع ايده، وتوقعوا حاجه زي كده وهتزيد مع المستقبل. طبعا الكلام ده ممكن يبقى قليل شويه في رمضان علشان حجم ال او ان الساعه او الساعه وحاجه دي وقته قليل يا دوب بس ان احنا نشرح فيه. لكن بعد كده ان شاء الله الناس هتبدا ان هي تشارك، وبالاخص من اول ما ندخل في الجافا سكريبت. يعني انت ممكن تلاقيني بشرح واجي اقول لك باشمهندس فلان لو سمحت قول لي الحاجه الفلانيه دي احنا اشتغلناها ازاي او ايه اللي انت فاهمه منها. تمام يا شباب؟ الشيرنج او عمليه المشاركه دي هتجبر الكم بني ادم اللي موجودين ان هم يركزوا 100%، لان كل واحد هيبقى متوقع ان هو ممكن في لحظه ان هو يتسال، مش مجرد ان انت حاضر بس. لو انت حاضر بس وذهنك مش معايا مفيش حاجه تميزك عن اللي بيسمع الفيديو اخر النهار وما بيحضرش معانا. لازم تبقى مميز عنه. هكمل حاجه بعد الجافا سكريبت؟ والله انتوا اللي هتخلوني اكمل او لا. يعني انا لو لقيت حد، طول ما انا لاقي ناس انا هكمل رياكت ان شاء الله، وبعد رياكت هخش في حاجات ادفانسد اللي هو حضرتك تقدر بقى تبدا تشتغل موقع اي كوميرس كامل. ازاي تاخده، ازاي تهندل، ازاي تجيب الاي بي اي وتهندله، ازاي تبعت ريكوست، يعني ايه ريكوست، كل تعاملك مع الباك اند لو شغال في شركه بتتعامل معاه ازاي، ايه متطلباته، ايه حقوقه وايه حقوقك. كل الكلام اللي احنا بنتكلم فيه واللي انت بتشوفه بشكل عملي بالظبط ده انا باذن الله هدوله ان شاء الله، ان شاء الرحمن وكان ليا عمر يعني. طيب نرجع نكمل تاني زي ما قلنا. دي كده امثله على العناصر البلوك. تمام. طيب في بعض العناصر الثانيه اللي انا هقول لك عليها، بس طبعا من ضمن ما انا هقولها لك هقول لك بعض الاتريبيوتس او الحاجات اللي هي ممكن تتبصر بيها. طيب لو انا جيت قلت انا هدوس كنترول، انا حتى الان ما مسكتش الماوس، يعني انا كل شغلي هنا في الكود حاليا بالكيبورد. انا لو دوست كنترول وشيفت
والسهم اللي فوق. بصوا كده بعمل ايه؟ بعلم، بدل ما انت بتروح تمسك بالماوس كده وتعمل كده علشان تحذفهم، او تعمل كده علشان تاخدهم كوبي، او حتى لو دوست كنترول سي عشان تعمل كوبي، لا، انا ممكن من اول كده واخدهم كده، او ممكن اخدهم من الاخر بالمنظر زي ما انت شايف كده. كل ده بالكيبورد. ازاي؟ ان انا واقف على السطر اللي انا عايز ابدا من عنده، كنترول شيفت والسهم اللي فوق لو عايز اطلع لفوق او اجيبهم من فوق. طب لو عايز اجيبهم من تحت، عايز اجيبهم من فوق لتحت، يبقى كنترول شيفت السهم اللي تحت وانا نازل. اخدتهم بالمنظر ده كده، عايز احذفهم احذفهم براحتي. عايز اعمل لهم كومنت او اخليهم عباره عن كومنت وانا معلم عليهم، يبقى شيفت والكويشن مارك، او اسف كنترول والكويشن مارك، او كنترول وعلامه سلاش اللي هي جنب الشيفت. بصوا كده، خليهم لي عباره عن كومنت. لو رحت بصيت عليهم هنا مش هلاقيهم. طب ده ليه؟ لو جينا عملنا انسبكت، ملحوظه لازم تعرفها عن الكومنت: الكومنت ما بيظهرش عندك في المحتوى، ما بيظهرش عندك في البادي. بص كده لونه هنا عامل ازاي، لونه باهت. يعني كلمه بلوك اليمنتس دي باهته وتحتها كلمه هلو، اللي ظهر بس كلمه هلو اللي انت حاطه جوه التاجز. لكن هل ده تاج؟ لا، فبالتالي هو مش شايفه. ده عباره عن كومنت، حاجه بس عشان تعرف الناس اللي شغاله معاك او تعرف نفسك مستقبليا الحاجه دي فايدتها ايه، لكن مش وظيفتها خالص انها تظهر للمستخدم ومش هتستفاد بيها في حاجه. فبالتالي انا لما جيت عملت الحاجه دي كومنت، فخلاص هي مش هتظهر بالنسبه للمستخدم، هي بقت كومنتد خلاص. طب عايز ارجع في اللي انا عملته، كنترول حرف الزد، ابص الاقيهم ظهروا عندي وبقوا موجودين هنا، والكومنتد بس الجزء بتاع الهيدلاينز والبلوك اليمنتس. تمام. طيب عنصر تاني من العناصر دي ممكن نسميه اليو ال. انا مش هقول لك اليو ال دي اختصار ليه، انا هروح اعمل حاجه زي كده، ومثلا هعمل حاجه زي كده واكتب كلمه تيست 2 3 1. طيب لو جيت وقفت هنا، مين مستواه سيكا احسن في الانجليش، يعني معقول شويه؟ لو كده اعمل لي رايز هاند بس. طيب مينا. طيب انا دلوقتي قدامي عنصر زي كده، حلو. العنصر ده انا اول مره اقابله في حياتي، او التاج ده اول مره اقابله في حياتي، حلو. وعايز اعرف هو بيعمل ايه او عباره عن ايه. اعرفه ازاي من غير ما ابحث على جوجل، او قبل ما ابحث على جوجل اعرفه ازاي؟ ان انا لو وقفت دلوقتي بالماوس على اسم على اليو ال ديت هتطلع لي ان هي ان اوردرد ليست، هقراها من هنا طب تقدر اللي تقرا هو لي يو كده اللي element موجود؟ represent. ايوه، نعم، تقدر تقرا لي اللي بس هو الجزء ده؟ represent a list of items where the order of the items is not important, that is where changing the order wouldn't manually change the meaning of the document. هي اولا مش مانوالي، انا كده لي تشيل ذا مينينج اوف ذا دوكيمنت معلش بس. عشان فاتح من الموبايل ولا دلوقتي يهمك، ولا يهمك. طيب لو انا ما فهمتش الترجمه دي اعمل ايه؟ في عندي 3 حلول. انا دلوقتي بحاول اقرا حاجه جديده عليا، اللي بيتقال ده اهم من اللي بيتكتب، فيا ريت الناس تركز فيه. انا هخليك فاتح المايك، احنا بنتناقش سوا عادي. تمام. اوكي. انا دلوقتي قدامي 3 حلول. اول حل ان انا اترجم ده، لو انا قدرت ان انا اترجمه او لقيته بيعبر او فهمت حاجه منه هبدا اتعامل. طب ما فهمتش، ممكن اخده واروح اترجمه عن على جوجل، ده حل. طب لو ما فهمتش، في عندي حلين: يبدا ابحث على جوجل، بس قبل ما ابدا ابحث على جوجل في عندي حاجه حلوه هنا كده قال لي اسمها الام دي ان ريفرنس. الايديتور بيقترح عليا ريفرنس او مرجع علشان اشوف منه العنصر ده ممكن يعبر عن ايه. فانا لو دوست على الام دي ان ريفرنس دي وقلت له لا اوبن، هيفتح لي يقول لي والله ده اليو ال دي بتعبر عن حاجه اسمها الان اوردرد ليست اليمنت. يعني ايه لسته كده مش متنظمه. طب ازاي او شكلها ايه؟ قال لي شكلها بالمنظر ده، ان انت بتكتب اليو ال وتكتب جواها الليست ايتم او العنصر او العناصر بتاعت الليست او الان اوردرد ليست بتاعتك علشان تبقى بالمنظر اللي انت شايفه ده. وابدا اقرا في الاتريبيوتس، وابدا اقرا في التايبس، وابدا اقرا في كل الحاجات، حتى في اليوزج بتاعتها نوتس بيقول لك خد بالك من ايه وما تاخدش بالك من ايه. ايه الحاجات اللي هي بتوفرها لك، امثله عليها زي كده. مش ده زي المثال اللي قدامي او زي المثال اللي معايا؟
اهو تقريبا تيبيكال يعتبر 1 2 3 1 2 3 اليو ال وجواها ال اي. طب المفروض تظهر ازاي؟ المفروض انها تظهر لك ان اوردر ليست بالمنظر اللي انت شايفه ده. تمام؟ لو جيت بصيت عندك هنا هتلاقيهم ظاهرين بالمنظر ده زي المنظر ده كده بالظبط. فالفكره هنا، الفكره هنا مش انك تقدر تعمل ميوت عادي خلاص. الفكره هنا مش في انك تاخد او تعرف انا الاتش 1 ده انا هاخده، انا خلاص حفظت ان الاتش 1 ده او الهيدلاينز ده هكتبه هينفذ لي شويه حاجات او بيعمل لي شويه حاجات. لا انا عايز اعرف لو انا ما ذكرتلكش حاجات في الاتش تي ام ال، وده وارد جدا لان في عناصر كتير انا هقول لك بص عليها بنفسك. مستحيل هنشرح كل حاجه او نشرح كل العناصر لان في حاجات كتير انت مش هتستخدمها قدام، بس مضطر انك تقرا عنها، مضطر انك تعرفها، لعل وعسى تجي لك في بروجكت او حاجه اللي انت عايز تعدل عليه هتحتاجها. فبالتالي ازاي تتعامل لوحدك؟ تتعامل لوحدك بالطريقه اللي انت شفتها. انا كتبته عنصر اول مره اشوفه في حياتي، وقفت عليه اشوف هو بيعمل ايه، حاولت افهم قدر الامكان. طب ما فهمتش، اخدته ورحت على جوجل ترجمت عشان يترجمه عربي اشوف هو بيعمل ايه. طب ما فهمتش، دخلت على الاندي ريفرنس عشان اشوف هو بيعمل ايه وامثله. ما فهمتش، هاخد العنصر ده وابدا ابحث عليه على جوجل عشان افهم اكتر وافتح مقال واثنين وثلاثه. تمام يا شباب؟ بالظبط، بالظبط لو انت قلتها. وارد ان انا دلوقتي بشرح لك في الاتش تي ام ال، وفرضنا حصل حاجه لا قدر الله قدام وظهر لك فيرجن جديد من ال HTML اتغير في حاجات كتير، ظهر فيه بتاع 100 عنصر جداد. حلو، هتتعامل ازاي؟ هتقول مثلا تعالى اشرح لنا تاني؟ ده مش منطق. يعني كان في حد امبارح استاذ فاضل واستاذ كبير يعني، بيقول لي ان هو في مجال الكمبيوتر من التسعينيات تقريبا، كان بيتعامل تقريبا بنفس الكونسبت او بنفس المنطلق. يا جماعه انتوا لازم تبحثوا. فبالظبط هنا بقى يبدا يظهر قيمه البحث. بس البحث ازاي؟ ابحث واخد حاجه واروح ابحث عليها على طول؟ لا، ليها تتابعيه او ليها تتابع. بمعنى بفرض ان انت اشتغلت هنا كده وكان الاوردر كان الحاجه دي بسيطه او الاليمنت ده بسيط، هيبقى انت كان ورحت انت بقى بحثت عن حاجه تانية او عن مصدر تاني في جوجل، ممكن تدخل على 3 مصادر تقعد تقرا فيهم ساعتين وما انتش فاهم حاجه، اللي كاتبهم بطريقه معقده مثلا، وهنا يبقى سهل عليك، يبقى انت ضيعت وقت كتير على الفاضي. لا، ابدا بالاسهل. ما فهمتش اروح اترجم، ما فهمتش اخش على الريفرنس، ما فهمتش بعد كده اروح ابحث على جوجل. جوجل ده اخر اختيار بالنسبه لي، مش اول اختيار زي ما الناس فاهمه. حتى زي الفليكس والجيت بالظبط كده. طيب، يبقى الاوردر ليست كده او ان اوردر ليست بيخليك ان انت او طريقه معينه تقدر ان انت تظهر بيها ليست معينه بالشكل اللي انت شايفه ده. تقدر طبعا تتحكم في الشكل اللي قدامك ده، ماشي، تقدر تتحكم فيه تخليه عباره عن ارقام، تخليه عباره عن حاجه زي ما انت كانك بتكتب في ملف تكست كده وعايز ان انت تنظمه. الحاجه دي قدامها 1 2 3 وهكذا. ليست عاديه يعني. وطبعا ال اي دي عباره عن ليست ايتم. طب ايه اللي هيحصل لو انا كتبت الليست ايتم دي من غير ما احطها جوه اوردر ليست؟ تعالوا كده نبص ايه اللي حصل. هي اشتغلت ولا ما اشتغلتش؟ حد يقدر يقول لي اشتغلت ليه او موجوده ليه او ايه فايده الاوردر ليست اللي كانت موجوده جواها؟ لو حد يقدر يعمل لي رايس هاند. اتفضل. هو انا قلت لمين اتفضل؟ هو في 2 رفعوا ايديهم تقريبا صح؟ ماشي، اتفضل يا باشمهندس محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام هي ورحمه الله. اصبحت العناصر ديت مش مرتبطه ببعض، بحيث ان انا لو احتجت اعمل تنسيق هحتاج اعمل تنسيق لكل واحده على حده. انما لما جمعتهم باليو ال فاقدر اعمل لليو ال تنسيق واحد يمشي على الثلاثه كلهم. طب ما انا ممكن اروح اعمل كده بقوا جوه ديف، اقدر اروح ماسكهم كده من جوه الديف اهو، حاجه زي كده كلهم بقوا جوه، اقدر انسقهم من خلال الديف. اديله مثلا مثلا ويتس 300 بكسل، وهديله مارجن اوتو. اتحكمت في ال3 مع بعض ولا لا؟ اتحكمت فيهم، بس مش هو ده الطريقه المعياريه بتاعت ال HTML. ده كلام عظيم، بس برضه هستيل اقول ايه فايده اليو ال بالنسبه لي؟ لا مش عارف. يعني كلام عظيم. عاش، تعزمنا على شاورما بقى. مين تاني؟ اتفضل.
اتفضل استاذ حسين. ان هي اعتقد بتعمل المارجن والبادنج بتبقى ستاندرد جواها، يعني مش بحتاج ان انا اعدل بعد كده في السي اس اس. ان هو عنصر يعني عنصر بلوك يعني. تمام، اللي هو بيكون مظبط التنسيقات بتاعه ال اي المارجن لوحده. والبادئ. حلو. طب ما انا حاططهم جوه ديف، صح؟ هو الديف ده مش المفروض ان هو عنصر بلوك؟ طيب هنديهم جوه، هنحطهم جوه عنصر بلوك ليه بادنج ومارجن زي البي. هو ملوش بادنج ومارجن ولا ايه؟ ليه بادنج ومارجن. طب ليه هنا بقى ثانيه واحده، انا في حاجه غلط. حطيتهم هنا، ايه بقى اللي حصل هنا؟ تقدر تقول لي؟ في حاله البي هو اعتبر ان التيست 1 وتيست 2 وتيست 3 ان دول تكست، مش ان اوردرد ليست عندي. يعني انا دلوقتي مثلا جيت عملت حاجه، جيت مثلا يعني قلت كده جوه الليست دي، او جوه الليست دي مثلا عايز اعمل ليست تانية، اعملها ازاي؟ زي كده مثلا، ثانيه واحده اجيبها لك من على الان دي ان، حاجه شبه كده مثلا. لو جيت انا اجرب اعمل الحركه دي بدون اليو ال، ايه اللي هيحصل؟ على كده هي دي طبعا باليو ال او باستخدام اليو ال. لو جينا خلينا دي ديف مكان يو ال، ايه اللي حصل؟ واخد بالك اللون، واخد بالك لا واخد بالك اللون ده اتغير. انا هعملها لك تاني. بص لون الاثنين دول ولون الاثنين دول، ودول جم فين الاثنين دول، ودول لسه فين. طيب لما خليتها ديف مكان اليو ال، بقوا كلهم نفس اللون، لانه اعتبر ان كل واحده من دول تندرج تحت اليو ال دي كليست ايتم واحد. لكن لا، ده انا هنا انا عايز اعمل للتشيز دي عايز اعملها هي كمان اوردر ليست. يعني ده معناه ان انا ممكن اروح اعمل حاجه ثالثه. ده انا ممكن اروح مثلا اجي اقول له ال اي تيست واحد. بص ال اي تيست واحد دي جت فين؟ واخد بالك؟ ما جاتش تحت دول، لا ده جت تحت اليو ال الاساسيه. فاليو ال هنا مع تتابع او مع وجود ليست ايتمز كتير، او مع وجود ان انت تنسيقات كتير، هتبدا تنظم لك الدنيا على حسب انت اللي انت كاتبه هنا. انا عايز مثلا الجبنه دي ليها انواع، وكل نوع من دول ليه انواع ثانيه، فبالتالي هتبدا تلاقي كل حاجه متنظمه زي ما انت شايف. يعني مثلا ده حاجه زي ده، ورحت كاتب جواه يو ال، كتبت جواه ال اي ثانيه مثلا 1 2. بص كده 1 2 جم تحت مين؟ جم تحت البلو تشيز اللي هو النوع ده. فاليو ال هنا خلتني اقدر اتحكم بسهوله ان كل واحد من دول او كل لسته من دول يبقى تحتها بالظبط كل اوردر ليست من دول يبقى تحتها بالظبط كل الليست ايتمز الخاصين بيها. لكن لو انا جيت اتعاملت بديف، او جيت اديت مثلا ديف مثلا عام او شكل عام، هتبدا التنسيقات تضرب مني، تبدا كل حاجه تضرب مني على حسب ما انت شغال ايه. لو جيت برضو حولت دي هتلاقي اللي فوقهم ضربت، لو جيت حولت الاخيره هتلاقي كل حاجه قدامك ضربت. انت ما بقتش عارف الواحد والاثنين دول بيريليتوا او ليهم ريليتد بمين، او ليهم علاقه بمين في الاوردر ليست اللي انت شايفها دي. فدي فايده ان انت تستخدم الاوردر ليست مع الانواع دي. طبعا هرجع في كل الكلام ده، انا هخلي بس المثال البسيط بتاعنا دلوقتي، وان شاء الله باذن الله طبعا تقدر ان انت تذاكر من السيشن دي. مش مطلوب منك ان انت تحفظ اليو ال او تحفظ الشكل اللي انا عملته ده بسهوله، محتاج منك تتدرب عليه مره واثنين وثلاثه وعشرة بايدك لحد ما تبدا تعمله بسهوله. وان شاء الله هبدا اديكم حاجات عليه في التاسكس اللي جايه ان شاء الله. لحد اللحظه دي في حد عنده اي اشكاليه معينه؟ نيست داون. طيب نخليهم مرتين، مفيش حاجه تيجي قبل الثانيه، ده كلام عظيم. او ممكن البراوزر حطها تلقائي. لا ما حطهاش تلقائي. بصي لو انا جيت عملت كليك يمين نسبك ما بيحطهاش تلقائي. انا حطيتها، لو جيت انا ممكن اغيرها من هنا تقريبا. ديف غيرتها خليتها ديف، هو مش حاطه حاجه، ما فيش يو ال هنا. جيت عملت ريفرش ترجع زي ما هي عادي. طيب لحد اللحظه دي كده كله تمام. طيب دي امثله
ماشي. دي امثله على العناصر او البلوك اليمنتس. عرفنا كده، اتكلمنا شويه عن البلوك اليمنتس، قلنا بعض العناصر فيها وقلنا هي بتتميز بيه. طيب حاجه اقول لك بقى النوع الثاني من العناصر دي. طبعا في عناصر ثانيه بلوك، في عناصر ثانيه بلوك. هبدا ان انا يعني اخدها بالتدريج واحنا ماشيين على حسب الاستعمال بتاعنا، على حسب التطبيق بتاعنا، يبدا ان انا ادي لك جزء منها كتاسكس ان انت تذاكر او ان انت تعمل. ما تقلقوش يعني، مش هفوت الحاجات اللي هي المهمه، الحاجات اللي احنا بنستخدمها دي هنذكرها باذن الله. طيب نرجع للنوع الثاني. لو انا جيت مثلا عملت كومنت هنا علشان ان انا اكتب النوع الثاني. طبعا احنا قلنا البلوك اليمنتس. طيب النوع الثاني عباره عن ايه؟ عباره عن الانلاين، ممكن ماشي elements تمام، ده كلام عظيم. ماشي. الانلاين elements دي عباره عن ايه؟ او بتعبر عن ايه بالظبط؟ قال لك هي عباره عن مجموعه من العناصر. طبعا احنا البلوك او الانلاين او البلوك دول عباره عن مجموعه من العناصر او التاجز. قال لك هي عباره عن مجموعه من العناصر. طبعا احنا قلنا البلوك بتبدا من اول السطر، يبقى الانلاين ما بتبداش من اول السطر. يبقى الانلاين elements ما بتبداش من اول السطر. طيب دي ميزه. طيب الثانيه قلنا بتاخد المساحه كلها، صح؟ بتاخد المساحه كلها بغض النظر عن ايه الوضع اللي قدامها، هي بتاخد الفول ويدث اللي موجود قدامها في البراوزر. قال لك لا، العناصر الاليمنتس عكسها، بتاخد المساحه بتاعه العنصر اللي فوقها. طبعا احنا لما بنيجي نشتغل ما بنعملش عنصر يعني مش هنقول متفرد بالمنظر ده، بس في الغالب بيبقى في عندك نستد اليمنتس، يعني انت محتاج تحط عناصر جوه الثانيه جوه الثالثه عشان تبني ستراكشر سليم، وهنفهم بنعمل ده ازاي بسهوله ان شاء الله، ما تقلقش. بس الفكره العامه ان انت العنصر اللي هو الانلاين اليمنت ده، قال لك انا ما ببداش من اول السطر، وباخد مساحه اقرب اب ليا، باخد مساحه اقرب اب ليا او اقرب تاج ليا. يعني مثلا اعتبرني انا مثلا اعتبر ان العنصر ده، يعني ان العنصر ده مثلا انلاين، حلو، بغض النظر هو انلاين او لا، بس نعتبر العنصر ده انلاين. المفروض ان العنصر ده ياخد الفول ويدث ولا ياخد مساحه اليو ال ولا ياخد مساحه الاكس 6؟ هياخد مساحه اليو ال اللي هو اقرب عنصر ليه او اقرب اب ليه ماسكه او شايله. طيب زي ايه العناصر دي؟ وايه مميزاتها الثانيه؟ تعالى بس نبص على الميزه دي الاول، او نشوف الدنيا دي هتمشي ازاي. هنعمل بس كومنت للجزء ده عشان ما يلخبطناش. احنا يعتبر خلصنا الجزء ده، نعمل لهم كلهم كومنتس علشان ما اشوفش حاجه عندي هنا، وابدا ان انا اشتغل بالعناصر اللي هي الانلاين. لو جيت قلت لك مثلا عندي سبان فيها مثلا كلمه تيست، لو جيت بصيت كليك يمين عليه وعملت نسبه، اول حاجه هتلاحظها بص على المساحه الزرقاء كده اللي كان بيبقى الديف واخدها لحد النهايه. بص كده هتلاقي المساحه الزرقاء على قد كلمه تيست بالظبط. حتى لو جيت كبرتها شويه، بص المساحه الزرقاء، المساحه الزرقاء على قد الكلمه بالظبط. معنى كده ان هو بياخد المساحه اللي هو يا على قد الكلمه بالظبط اللي موجوده جوه الحاليه اللي انت كاتبها، يا اما اقرب عنصر ليه. دلوقتي انا مثلا كتبت جمله كده بالمنظر ده زي ما انت شايف، خد مساحتها، هيكمل معاك. طب كمل معاك، هو مش هينزل على سطر، هو يفضل مكمل معاك حتى لو بوظ البراوزر. حتى لو بوظ شكل البراوزر اهو عمل لك سكرول جانبي، هيفضل مكمل معاك. ليه؟ لانه مش من طبيعته ان هو يبدا على سطر جديد، هو مكمل عادي، ملوش دعوه بالكلام ده خالص. لكن بعكس ان انا لو جيت مثلا، او خلينا مثلا نكمل في ده الاول، بس اشيل الجمله دي سبان كلمه تيست. لو جيت كررت كلمه تيست دي وخليتها تيست واحد، هو ايه اللي حصل هنا؟ ارجع معلش لحظه واحده. ماشي، بص كده كلمه تيست واحد دي جت فين؟ وتيست تيست اللي هي العاديه دي جت في الاول. تيست اللي بعدها على طول جت بعدها، او العنصر ده جه بعد الاولاني على طول، ما نزلش بسطر جديد. يبقى مش من طبيعه الانلاين اليمنتس انها تاخد سطر جديد، ولا برضو من طبيعتها انها تاخد الايه؟ الفول ويدث. فبالتالي لو انت جيت عملت سبان كتير او كررتهم بالمنظر ده مثلا،
هتلاقيهم مكملين ورا بعض. وفي حد فاتح المايك؟ استاذنكم لو في حد، كل الناس تشيك لو حد فاتح المايك تعمل له ميوت. طيب هتبص تلاقيهم بيكملوا ورا بعض عادي من غير ما ينزلوا سطر جديد. فدي من مميزات الاونلاين ايلمنتس. لما تيجي تشتغل على موقع هتلاقي بعض العناصر محتاج ان انت تعملها وتاخد المساحه الكليه، وهتلاقي بعض العناصر اللي انت محتاجها. تعالى مثلا نبص على حاجه زي امازون. تعالى نبص على عنصر مثلا كبير، مثلا حاجه زي ساعه. تعالى نبص كده على كلمه تفاصيل المنتج دي، نعمل انسبكت. بص تفاصيل المنتج دي، انا عايز اكتب تفاصيل المنتج ومش عايز اكتب حاجه جنبها، ده انا عايز اكتب كلمه تفاصيل المنتج وعايز اكتب كلام تحتها. بص كده راح اعملها بايه؟ اعملها ب اتش 3. طب اشمعنى اعملها اتش 3؟ اللي يعرف يرفع ايده كده رايز هاند. اشمعنى اعملها اتش 3؟ اشمعنى اعملها عنصر بلوك؟ اتفضل رفع ايده. ان ال H3 بتاخد الفول كلها. بالظبط، هو مش عايز يكتب حاجه هنا، وعايز يبدا ايه لما يجي يكتب اي حاجه ثانيه يكتب من تحت. فادى تفاصيل المنتج دي او حط كلمه تفاصيل المنتج دي جوه عنصر بلوك ايا كان بقى اتش 3 اتش 4 اتش 5، عشان تاخد المساحه الكليه واي حاجه هو يكتبها بعد كده تنزل تحت. الله ينور عليك، تقدر تعملي كده. وضحت كده يا شباب؟ ده بس مثال مبسط عن الموضوع بيبقى ماشي ازاي. لو جيت تبص على معلومات السلعه دي كليك يمين هتلاقيها برده واخده عنصر بلوك علشان تبقى واخده المساحه كلها، عشان ما يتعبش نفسه يقعد يكتب ستايلات كتير يعني. بالتالي كده ممكن تكون وضحت شويه يعني الرؤيه. طيب كده بقى احنا قلنا ان هو عنصر عادي، ما بياخدش او مش شرط ان هو يبدا من اول السطر، ملوش اي علاقه بالكلام ده خالص. بياخد مساحه الجمله اللي موجوده جواه او اقرب اب دي. وبعد كده قلنا في حاجه ثالثه او ميزه ثالثه كانت بتميز العناصر البلوك. ايه هي؟ قال لك والله ان هم ممكن يبقوا واخدين بادنج او مارجنز، يبقى اوتوماتيك العنصر الانلاين ما بيبقاش واخد لا بادنج ولا مارجن. تمام؟ مش وظيفتك دلوقتي تعرف البادنج والمارجنز بيعملوا ايه. في بعض الناس عارفه بس اللي مش عارف يطمن، هما كده كده هيتشرحوا باستفاضه، مش هنفوت حاجه، مش هسيب لك حاجه ان شاء الله لما تكون فاهمها باذن الله. طيب ده كده مثال على خدنا مثال السبان ده على العناصر اللي هي الانلاين. طب هل في عناصر اونلاين ثانيه غير السبان؟ قال لك في بعض العناصر الثانيه الاونلاين غير السبان. فيهم واحده انا بقى عايز اشرحها لك كده، بس ايه هي فيها استفاضه شويه. تمام؟ قال لك انت ممكن تكتب مثلا يعني ممكن تكتب سبان عاديه ما فيهاش اي حاجه خالص. مثلا عايزين نكتب كلمه لورم ابسون، عايزين نكتب تكست كتير بالمنظر ده. طيب في كلمه من دول انا عايز اخليها بولد شويه بالنسبه للمستخدم، عايز اخليها ظاهره، عايز اخلي الكلمه دي وليكن مثلا هنغير كلمه هنا ونخليها كلمه محمد كابيتال كده، كلمه محمد دي. تمام؟ عايزين نخلي كلمه محمد دي او نخليها سمول، عايزين نخلي كلمه محمد دي ظاهره عن باقي التكست، طبعا بخلاف السي اس اس يعني، او ان احنا نعمل لها ستايل. قال لك انت ممكن تاخد الكلمه دي كده كات، في اليمنت اسمه سترونج تقدر تحط الكلمه دي جواها. ايوه عملت ايه الكلمه دي؟ حد لاحظ حاجه؟ الكلمه دي بقت بولد شويه، بقت غامقه شويه، بقت فاقعه كده وظاهره كده للناس لعين المستخدم، بخلاف الكلام اللي موجود ده كله. طب عملت ايه؟ ده معناه ايه؟ معناه ان انا اقدر اكتب اي عنصر او اي تاج جوه التاني. بس خد بالك من حاجه، في شروط انا هقول لك عليها بس السيشن الجايه. امتى يعني العنصر او العناصر البلوك بيتكتب جواها عناصر ايه، والعناصر اللاين بيتكتب جواها عناصر ايه، والعناصر اللاين بلوك بيتكتب جواها العناصر نوعها ايه. فالشروط دي مش عايز ادخلك فيها دلوقتي، انا عايز بس اوضح لك الرؤيه، نعرف ان في حاجه او في تقسيمات للعناصر، نعرف او ناخد نبذه عن كل نوع، ايه مميزات كل نوع، بايه امثله على بعض التاجز الخاصه بكل نوع.
تقدر ان انت تكتب عنصر او جوه التاني بالمنظر ده. تحيط كلمه، انا عايز احيط حرف مش كلمه، ممكن اكتب حرف الام بس، عايز اظهر حرف الام ده بس. مش بشوف بعض المواقع كده ممكن يبقى فيه حرف بارز او ظاهر او كبير او ايا كان، هو بيقدر ان هو بيحوطه بحاجه اسمها سترونج. طب تعالى كده اقرا كلمه سترونج دي بتعمل ايه؟ The strong element represent strong importance origins for خلينا لحد كلمه importance كده. بتعمل لك او بتظهر لك او بتريبريزنت الحاجه الامبورتنت بالنسبه لك. يعني دي امتى استخدمها؟ لما يبقى في عندي حاجه مهمه انا عايز اظهرها للمستخدم او عايز اخليها بارزه بالنسبه للمستخدم، زي سعر مثلا على امازون او نون او ايا كان على الفيسبوك، زي اسم المستخدم انا عايز اسمي يبقى بولد شويه او ظاهر الناس كلها تشوف، فاقدر استخدم التاج ده. دي اليوز كيسز اللي هو انت انا ممكن استخدم الحاجه زي دي. طيب هل اللي انا كاتبه ده، يعني اللي انا كاتبه ده عباره عن باراجراف طويل زي ما انت شايف. طبعا كلنا درسنا انجلش قبل كده عارفين يعني ايه باراجراف. الباراجراف اللي هو مجموعه من الكلمات او الجمل اللي هي طويله شويه، اللي هو عامله زي الكونتنت او المحتوى، يعني مش هنقول ارتكلز بس بتبقى كبيره نوعا ما او كتيره نوعا ما. فده عباره عن باراجراف. هل استخدامي للسبان في الحاله دي صح ولا في تاج تاني احنا اخدناه نقدر اليوز كيس بتاعته هنا الاصح اللي يعرف كويس هنا؟ باشمهندس محمود، باشمهندس عبد الرحمن. طيب تمام يا باشمهندس، معاك محمود. ماشي، اتفضل يا باشمهندس محمود. الباراجراف هيبقى البي أحسن، اللي هو التاج البي. الله ينور عليك. ليه؟ مع ان التاني مديني نفس الطريقه او مديني نفس الحاجه. هو ده التاج البي إيه اللي هو الباراجراف معمول عشان كده. لا، لما تقف وتحتار اللي هو هي ليه، ده اليوز كيسز بتاعتك، ده البيست براكتس بتاعتك. اه ما تحترش، انت فاهم قصدي؟ الوقفه اللي انت وقفتها دي ما تقفهاش. تمام. طيب واخد بالك من حاجه حصلت هنا لما كنا عاملين ان دي سبان؟ اسف ده رجع تاني لما كنا عاملين ان دي سبان كانت جايه جنب التيست. بالظبط، يعني لما كنا عاملين دي سبان اه كانت جايه جنب كلمه تيست 1. اشمعنى اه جايه عشان ولما خليتها بي نزلت تحت هنا؟ تمام، عشان الاسبان دوت عنصر اونلاين. ايه عنصر اونلاين اسبان، وده الاسبان معناه عنصر ايه؟ اللي هو مش بيبدأ من اول السطر، لا وبياخد من اول لا، رونج اكسبريشن، تعبير نعم. خاطئ، تعبير خاطئ. انت بدأت باللي انت مش محتاجه. هو مين اللي نزل على السطر الجديد، الباراجراف ولا الاسبان؟ لا استنى، انا ايوه الباراجراف. الله ينور عليك. يبقى انا ما ابداش بالاسبان اللي هو ملوش لازمه بالنسبه لي، انا هتكلم على اللي حصل فيه تغيير. اه يبقى لان الباراجراف عنصر بلوك، والعناصر البلوك من طبيعتها انها بتبدا من اول السطر وياخد المساحه كلها، فاوتوماتيك هو ساب الجزء ده خالص وراح بدا من اول السطر، وده الشكل اللي انت شايفه. تمام. الله تمام. ينور يا بطل، الله ينور يا جماعه. لحد اللحظه دي يا شباب في حد عنده اي اشكاليه؟ طيب ده كده كلام عظيم. انا هكتفي بالمثالين دول، وان شاء الله هبدا اديكم تاسكس عن بعض الاليمنتس اللي تعملوها وتدوني امثله عليها، وبعض العناصر الثانيه انا هشرحها بنفسي. تمام يا شباب؟ طيب انا بس هاخد عنصر اخير في الجزء ده، هو عنصر مهم بالنسبه لي علشان بيحقق غرض معين انا عايزه، او غرضين هنقدر نقول. اول حاجه لانه عنصر امبتي. يعني ايه عنصر امبتي يا شباب؟ يعني ايه تاج امبتي او امبتي تاج؟ اتفضل يا باشمهندس احمد. يعني ملهوش كونتنت. يعني ايه تاني بقى التعبير اللي انا محتاج اسمعه؟ ها ان سيلف؟ القفله بتاع ان التاج قفلته وفتحته لا، يعني في نفس التاج سيلف كلوز. يعني. ايوه سامعك، سيلف كلوز. سامعني؟ بالظبط اللي هو السيلف كلوزنج تاج بالظبط. ايوه الله ينور عليك. المكالمه هتنتهي، هوقف التسجيل، اعمل بوز، وهبعت لينك الجديد على جروب التليجرام. كله يخش عشان نكمل شويه الحاجات البسيطه. ان شاء الله مش هطول عليكم، يعني بقى حاجات بسيطه باذن الله. محدش يخلع. يلا.
نبدأ بسم الله نعمل شير تاني. ماشي طيب، ده كلام عظيم. ميوت يا شباب، ميوت يا شباب، ميوت يا شباب. طيب كده ده مثال على عنصر من العناصر اللي هي صورة واضحة الأول، ولا أنا بكمل إزاي؟ حد يقول في الشات بس كده. مم. مم. يا شباب سامعني كده؟ الصورة ظاهرة؟ طيب ده كلام عظيم. ماشي، هناخد بقى العنصر ده بس أنا عايز أشرحه لسببين. أولا لأن العنصر ده سيلف كلوز، ثانيا لأن العنصر ده هيطبق مبدأ من المبادئ اللي احنا اتكلمنا عليها في الأول، إن أنت قلنا ان في بعض التاجات او ان انت تقدر تعبر عن اي تاج بان انت ممكن تضيف له اتريبيوت معين وليه قيمه معينه. القيمه دي بتدي انفورميشن اضافيه او بتدي معلومات اضافيه عن التاج اللي انت بتستخدمه. طيب زي ايه؟ قال لك زي عنصر هناخده كده لوحده اسمه ايمج. لما انا كنت باجي اكتب بي، ايه اللي بيحصل في البي؟ بيتحط التاجز بتاعته اللي هو الفتح والقفل لوحده اوتوماتيك، صح؟ طيب لو جيت كتبت كلمه ايمج، بص كده ايه اللي هيحصل؟ قال لها ايه اللي حصل؟ هو سيلف كلوز، انت ممكن تعملها كده عادي. طبعا دلوقتي بص هو يعني لما جيت عملته كده ايمج اتعمل كده، لو جيت دوست كنترول اس هيتحط السلاش بتاعته. الاديتور هيساعدك يعني ما تقلقش. بس سؤال محير شويه، هو ده سيلف كلوز تمام، ما عنديش اي مشكله فيه. انا كل عنصر كنت بكريته او بعمله من اول وجديد كان بيتحط الفتحه بتاعته والقفله بتاعته او سيلف كلوز ايا كان. بس اشمعنى ده لما اتعمل اتبصى معاه 2 اتريبيوت فاضيين؟ اشمعنى يعني؟ ده معناه ايه؟ بيوحي لك بايه؟ يوحي لك بحاجه واحده، لو لقيت اي اتريبيوت اول ما جيت تكريته نزل معاه اوتوماتيك بعض اول لما تيجي تكريت عنصر او اليمنت معين ولقيت نازل معاه بعض الاتريبيوتس اوتوماتيك، اعرف ان الاتريبيوتس دي ريكوايرد. اعرف ان الاتريبيوتس دي بالنسبه لك مش ريكوايرد قوي، بس ليها اهميه او بتعبر عن العنصر ده ومهمه، فانت لازم تعرفها او لازم تعرف هي بتعبر عن ايه عشان تعرف انت محتاجها ولا مش محتاجها. تمام؟ في ناس هتقول لي انا اقدر اشيل الالت ده وتشتغل بالصوره عادي، هقول لك ما تقدرش، هقول لك ليه كمان شويه. ده الناس اللي هي مستوى قدام شويه، بس خلينا نتكلم نجيب الناس من الاول. اول حاجه انا عايز اعرف التاج ده بيعمل ايه ببساطه من اسمه، كلمه ايمج ببساطه خالص ان ايمج element represents ان ايمج. ده عنصر كل وظيفته ان هو بيعبر عن صوره. يعني انا عايز ابدا اظهر صوره في الموقع بتاعي، اظهرها ازاي؟ يعني عن طريق الايمج تاج. معنى كده وقصد كلامك اي موقع شغال زي موقع امازون او الشركات الكبيره دي عايزه تظهر اي صوره عندها زي الصوره اللي انا شايفها قدامي دي لازم يحطها جوه ايمج تاج؟ تعال نبص كده ونعمل انسبيك ونشوف. ده تصدق حاططها جوه ايمج تاج اهي. طب حتى لو رحت للصوره دي وعملت الصوره الثانيه وعملت انسبيك، والله ده حاططها جوه ايمج تاج برضه. يبقى اللي انت بتدرسه ده هو اللي انت ان شاء الله باذن الله هتستخدمه بغض النظر عن ماهيه التنسيق وعن الاشكال وعن بس البيزس واحده. البيز ستراكشر نفسه واحد. فانت لو طلعت فاهم البيز ستراكشر كويس هتقدر ان انت تعدل او تهندل كل اللي انت شايفه قدامك ده بسهوله. وعلى فكره موقع امازون وموقع نون من اكتر يعني من مواقع كتيره جدا اللي فيها اخطاء في اليو اي. هم مش احسن حاجه، حتى الفيسبوك نفسه فيه اخطاء كتير في اليو اي. انت نفسك تقدر تعمل حاجات اشكال احسن منهم بكتير بغض النظر ان اللوجيك معقد يعني. تمام؟ طيب الايمج قال لك حاجه، قال لك كلمه سورس دي اختصار لايه؟ ده ايمج يو ار ال. ده معناه ان كلمه سورس دي بتعبر عن المصدر. ده معناه ان بيقول لك بصيلي مصدر الصوره اللي حضرتك عايز تعرضها جوه الاليمنت تاج ده. يعني ايه؟ يعني لو رحت مثلا ورحت على صوره زي كده عملت انسبكت حلو وضغطت على الصوره دي قدامي، دي صوره جايبها من موقع، لو خدت الرابط بتاعها كده عايز اعرض الصوره دي عندي ورحت جاي قدام في السورس كده ورحت عامل لها بيست، المنظر بتاع الصوره المنظر ده، ورحت عندي في الدوكيومنت هلاقيها ظاهره؟ هتلاقيها ظاهره اهي، نفس الصوره اهي، نفس الصوره اللي في امازون اللي انا خدت الرابط بتاعها من هنا عرضتها عندي. ازاي؟
عن طريق اللينك بتاعها. طب اتاكد ازاي ان اللينك ده شغال؟ شايف الخط اللي تحت المصدر بتاع الصوره ده؟ لو انا دوست كنترول وانا واقف عليها، بص شكل الماوس ايه اللي هيحصل له لو انا دوست كنترول. حد واخد باله من الشكل اللي بيتغير؟ ده معناه ان ده رابط. قال لك فولو لينك، يعني اضغط على اللينك عشان تشوف هو بيوديك على فين. او ضغطت عليه بالماوس وانا دايس كنترول، راح فاتح لي في المتصفح مصدر الصوره اللي انا جايبها منه، اللي انا عاملها منه كوبي. يبقى ده مصدر الصوره اللي قدامي، ده مصدر الصوره. علشان اقدر اعرض صوره باخد مصدر الصوره اللي انا شايفه واروح جوه السورس اللي هو كلمه سورس دي يعني المصدر، واروح كليك يمين وبيست. بيست هو عرف كده ان انا عايز اعرض جوه الايمج تاج دي، عايز اعرض جوه الصوره دي، فبالتالي راح عرضها لي بالشكل اللي انت شايفه. طب امال كلمه الت دي بتعبر عن ايه؟ تخيل كده لو انا جيت في الموقع ده ورحت جاي على الصوره دي، اسف، ورحت جاي على اللينك ده ورحت شايله كده مثلا، فين اسف، الصوره، ورحت شايله كده ورحت عامل كده. بص كده ايه اللي حصل هنا؟ حد خد باله؟ انا شلت الصوره صح، خفتها من المتصفح بس كده مؤقتا يعني. حد خد باله في صوره هنا مكسوره كده وظهر جنبها كلام؟ الكلام ده يعني الحاجات دي جت منين؟ او الكلام ده جاي منين؟ قال لك في حاجه اسمها الت يعني الترنيتيف، يعني البديل. بمعنى اصح لو حصل بريكنج او لا قدر الله الصوره اللي حضرتك بتظهرها في الموقع ده جاء في يوم من الايام وحصل مشكله في اللينك بتاعها او في الرابط بتاعها ما تعرضتش لاي سبب زي كده، هل المستخدم هيبقى عارف ان في هنا او المكان ده كان فيه صوره بتعبر عن حاجه؟ لا، مش هيعرف. هيعرف منين؟ هيعرف من الالترنيتيف او البديل. ممكن اقول له هنا كان في صوره، فيبدا ان انا اشيل اللينك، دوست انتر، ده ظهر له ان البريكنج حصل مشكله، او دي معناها ان انت الصوره بتاعتك فيها مشكله، وبقول لك عايز اظهر بديل. والله هنا كان في صوره، اظهر اسم البرودكت او اسم المنتج زي ما امازون عامله زي كده، ده مكبر صوت. صحيح الصوره مش ظاهره لك بس ده مكبر صوت، ده بديل عن الصوره لحد ما نشوف الصوره مشكلتها ايه. ما ينفعش ان انا اظهر لك البوكس ده فاضي. ده حاجه اسمها اليوزر اكسبيرينس او تجربه المستخدم. عشان تحقق تجربه مستخدم ناجحه ما ينفعش المستخدم يبص يلاقي بوكس فاضي. انا اسف، هو البوكس ده بيقدم لي ايه؟ ايه الفايده اللي بيقدمها لي؟ والله ده بيقدم لك صوره المفروض يعني انها مكبر صوت، بس الصوره فيها بريكنج، وده بيعبر عن ان ده عباره عن مكبر صوت، بس الصوره مش ظاهره دلوقتي. لما نصلحها ونعمل لك ريفرش هنظهر لك الصوره ونخفي البديل اللي هو بيظهر في حاله ان الصوره حصل لها بريكنج او حصل لها مشكله. الكلام ده في الصوره او في الايمج تاج في اي مشكله بالنسبه لكم؟ لا، سيبك من السيف. انا وريتك هي الترنيتيف بالنسبه ليك ايه كيوزر او كمستخدم. انا اللي يهمني الاول ان انت كيوزر تطلع فاهم الدنيا رايحه فين وجايه منين، بعد كده ندخل على الليفل اللي بعده. الكلام ده في اي مشكله بالنسبه لكم لحد اللحظه دي؟ ده كلام عظيم. انا لحد اللحظه دي هوقف. انا كده هعمل ريكاب سريع عن ايه اللي احنا اخدناه. في فايده ثانيه للالت؟ في فايده ثانيه للالت بس مش دلوقتي، مش محتاج اقولها دلوقتي. هحتاجكم بس تركزوا على اللي انا اديته، ده اهم حاجه. هي ايه لازمتها او ليه لازمه وجودها ليا كيوزر او كمستخدم في البدايه؟ هو مين اهم واحد انت بتعمل له الموقع؟ انت بتعمل الموقع لمين؟ انت بتاسس الموقع لمين؟ لعميل او لبني ادم هيدخل عليه يشتري من عليه حاجه او ينفذ عليه حاجه؟ يبقى اهم حاجه بالنسبه لك اليوزر. بعد كده تبدا تشوف الدنيا رايحه فين. ريكاب سريع عن اللي احنا اخدناه. بدانا ان احنا نكمل او نكتب جوه البادي تاجز كل الاليمنتس بتاعتنا اللي موجوده في الاتش تي ام ال. بدانا ان احنا نقسم التاجز اللي موجوده عندنا في الاتش تي ام ال لثلاث اقسام: البلوك اليمنتس، اللاين اليمنتس، اللاين بلوك، وده لسه هنتكلم عليه. اخدنا عرفنا عن ايه البلوك واخدنا امثله عليها، ولسه هناخد امثله كتاسكس وامثله هنقولها المره الجايه، وكذلك شرحه في الاونلاين بلوكس. اخدنا اهم واحد من اللي احنا اخدناهم يعتبر او من ضمن الحاجات المهمه واللي هتستخدمها بنسبه 100 او مليار في المية في كل مشروع هي الايمج تاج. تركز عليه، تعرف فايده السورس بنحط فيه ايه. عارف ان في ناس هتقول لي طب لو انا عندي صوره موجوده على الجهاز بتاعي اجيبها ازاي؟ مش موقع، مش لينك خارجي. مش محتاجك تعرف حاجه. السيشن الجاي ان شاء الله محتاجك تتدرب على الحاجات اللي احنا اخدناها. اسمع المحاضره مره واثنين وطبق بايدك 20 مره لو تقدر. طبق بايدك 20 مره لو تقدر. ان شاء الله لو حفظت التاج طبق عليه برضه لحد ما ايدك تاخد عليه، علشان لما تيجي تبدا في تاسكس تلاقي دماغك بتهندل الامور. انا كده خلصت، عشان اللي عايز يلحق يحضر
الفطار بتاعه. اشوفكم ان شاء الله في السيشن الجايه باذن الله على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.